عزيزي الكاتب، انت مش محتاج تخترع افكار ما حصلتش قبل كده، لان حتى بايرتس اوف ذا كاريبين كانوا بيجيبوا افكارهم من الكتب. وخليني اوريك ازاي. بس الاول اهلا، اسمي ندى، كاتبه محرره بعلمك ازاي تكتب روايات مشوقه. وقصتنا المره دي بتقول ان في يونيو سنه 47 في سفينه كان اسمها اورنج ميدان بعتت اشارات استغاثه لكل المناطق والسفن اللي حواليها عشان يلحقوها. اورنج ميدان دي كانت سفينه هولنديه. مين بقى أقرب سفينة كانت جنبهم حاولت تنقذهم؟ سفينة بضايع أمريكية اسمها سانتا سيريا. المهم سانتا سيريا قربت منهم، وطبعا هي متوقعة بقى إن إشارات الاستغاثة دي معناها إن هيكون في صريخ وصويت وعويل، ولكن الموضوع كان مختلف تماما عن كده. الحقيقة إن كان في صمت مرعب على السفينة، قاتل ومريب، وأكن مفيش بني آدم موجود عليها. فسانتا سيريا قالت لها خلاص احنا نطلع على متن السفينة دي ونشوف ايه اللي حصل. وفعلا من أول البشر للحيوانات والطيور كلهم كانوا توفوا. هل دي الحاجة غريبة؟ لا، الأغرب من كده كانت إن تعبيرات وشهم بتشي بالرعب، وأكنهم كانوا حرفيا بيحاولوا يدافعوا عن نفسهم من حاجة، بس هي إيه؟ محدش عارف. وأكنهم كانوا بيتهاجموا على السفينة دي قبل ما يموتوا، وجسمهم متجمد، بشرتهم شاحبة، وعيونهم جاحظة من كتر الرعب. حتى الشخص اللي أرسل إشارات الاستغاثة كان برضو بنفس الوضعية دي. إيه اللي حصل؟ لحد النهاردة محدش عارف. فعزيزي الكاتب عايزاك تطلق لخيالك العنان. يا ترى لو انت هكملها كرواية رعب هتعملها ازاي؟ هل هيكون في أشباح على السفينة دي وكائنات بتحاول ان هي تقتلهم، او مثلا حد كان تعاقد مع الشياطين وعايز يقتل كل عدد البشر دي، ولا هل هتخليها حاجة فانتازيا وتكملها شبه بايرتس اوف ذا كاريبيان، ولا هتخليها حاجة خيال علمي وتقول ان في مثلا غاز معين دخل جوه السفينة دي بسبب عالم مجنون جاي من المستقبل؟ هستنى ابداعك في تعليقات.